عايز اوجه رسالة لشخص واحد بس اللي هو عمل قلبان على الفيسبوك بجملة طلعها، وبعدها بغبغانات كتير قوي رددوا الجملة وهم مش فاهمين منها اي حاجة الحقيقة. الجملة دي اللي هي بتاعت بنات مصر غفر. لما بنات مصر غفر، شباب مصر ايه؟ شباشب صنادل بالمناظر اللي بنشوفها في الشارع دي. يعني انت لو جيت اتكلمت مع اي حد عاقل بيفهم عنده دماغ، آه قول له الجمله دي وقول له الجمله دي، شوف هيضحك على اي واحده فيهم، والضحك هيبقى على اساس ايه؟ يعني انا لما اقول دلوقتي بنات مصر غفر، او بلاش انا، انت بتقول بنات مصر غفر، ليه هتموت وتكلمهم؟ ليه بتعاكسهم في الشارع؟ ليه هاريهم على الفيسبوك اد وشات ومسجات مش ملاحظين ان اكبر حاجه على الفيس بتنجح اللي بيكون فيها بنات كتير؟ يعني بيج فيها تفاعل، اعرف ان البيج دي البنات فيها طاغية بنسبة 90% فيما فوق، عشان تجيب الشباب اللي هي بتعمل كومنتات. عشان حد يعمل مشروع ناجح لازم يكون عنده سكرتيرة ناجحة، لازم يكون تعرف تتكلم. يعني برضو واحدة، سارة سلامة اللي الشباب كلها هتموت عليها، مصرية، وكلهم بيقولوا ان شباب بنات مصر غفر. هاتلي ممثل مصري بوسامة أعفن ممثل آه اوروبي، فرنسي، انجليزي، ايا كان بس مش مصري، هتلاقوا ان المعادله صعبه. انتوا فعلا يعني صعبه الموضوع مجرد فكرت فيه صعب. واحد زي كريس ايفنز اللي عمل فانتاستيك فور كان طالع بدور جوني، واحد زي ده يعني اتصور في الحمام، حلقه اقرع، بدقنه من غير دقنه، البنات مدياله مكان خاص عنده، حتى الشباب بتقدره. لكن هاتلي بقى البنات في مصر، فين البنات الوحشة اللي في مصر؟ والله عشان واحدة وحشة اتنين وحشين، وبعدين الشكل مش كل حاجة. زي انت بالظبط كده، ممكن تبقى وسيم، مفيش حاجة اسمها جميل للراجل يعني اسمها وسيم. لو انت وسيم ممكن تبقى من جواك زفت، مش بالضرورة ان انت تبقى حلو فانت من جواك خلاص الناس كلها هتموت عليك. انا واحد زي اهو، مش بالضرورة ان انا اكون وسيم، بس عملت فيديوهين تلاتة الناس عجبتهم، مش معنى كده ان انا كريس ايفنز مثلا، بس معنى كده ان انا قشطة في حاجة الناس شايفاها فيا كويسة، الحمد لله، بتاعت ربنا مش بتاعتي والله. فلو حد عنده اعتراض على الكلام ده تعالى قولهولي في وشي انت غلط، ونتناقش. انا ما عنديش مشكله في النقاش خالص، انا بحب النقاش جدا، طالما انا صح انا معاك للاخر. بس فعلا قبل ما تقولوا بنات مصر مش غفر، بنات مصر غفر، بص في مرايتك كويس، وبص انت بتعمل ايه في الشارع. انت طول ما انت ماشي رقبتك دي رايحه يمين شمال على البنات، ارحم نفسك وارحم عينك وارحم اللي خلفوك. يا جدع يا جدع، خليت الكلام يطلع من بقي. اه انا مستني ردكم، مستني رأي الناس على الفيديو ده، عشان بجد لازم اعرف حل المشكلة دي. وقبل ما تعملوا شير فكروا في الكلام. سلام.